السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الأعزاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأينما وجدتم في حلقة جديدة عن الضحية مروى أبو غشيش، وتفاصيل هامة حول القبض على عائلة مشتبه بضلوعهم في اختطاف وقتل مروى أبو غشيش وسبب مقتل مروى أبو غشيش. مروى أبو غشيش التي اختفت في 22 من مايو لعام 2025 بولاية قسنطينة، إلى أن تم العثور على جثتها ورفاتها في غابة جبل الوحش بولاية قسنطينة. أمن قسنطينة يوقف عائلة كاملة شاركت في جريمة قتل مروى أبو غشيش، وتوقيف صاحب محل المواد الغذائية جار الضحية المشتبه فيه الأول. حكموه عندهم بالزاف، كان في التحقيقات محبش يعترف، وأخيرا اعترف هو وعائلته المتكونة من أمه وهو وأخوه وأخته، كلهم متورطين. كانوا ناويين يخطفوا ابنة محامية صاحبة مروى الله يرحمها، لأن أمها دخلت أخوهم للسجن، بعتوا واحدة تخطفها، غلطت بيناتهم. قال فالأول كنا راح نرجعوها كي قوي الحس، والبنت تعرفت عليهم لأنهم جيرانهم فقاموا بقتلها. ربي يرحم مروى أبو غشيش إن شاء الله واسكن فسيح جناته، والقصاص العادل لمروى أبو غشيش مطلب شعبي وجماهيري.